السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم بسام الشماع. في الحضارة المصرية القديمة وفي التاريخ المصري القديم، أكثر الأسماء شهرة هي أكثر الأسماء غموضا. فمثلا نجد الملك خوفو، كلنا نعرف الهرم بتاعه، كلنا عرفنا معلومات شوية زيادة عليه من بردية وادي الجرف اللي تم اكتشافها في 2013 وأصبحت أهم اكتشاف من الناحية التاريخية في القرن ال21 لحد دلوقتي. ومع هذا ما نعرفش حوليات كثيرة جدا واليوميات بتاعته اللي المفروض أي ملك كان هيحب إن هو يعمل لها عملية تاريخ. عندنا مثلا الملكة نفرتيتي. نفرتيتي هي زوجة أخناتون، في أشهر من كده؟ مفيش أشهر من كده. لكن لو بصينا على نفرتيتي هنلاقي إن في كتير جدا من الغموض بيحيط بشخصيتها، لدرجة إن لغاية دلوقتي احنا مش عارفين مين مامتها وإذا كانت هي أصلا جت من جذور مصرية ولا لأ. عندنا مثلا كليوباترا السابعة اللي أنا مصر إن احنا عمرنا ما هنلاقي المومياء بتاعتها، لأن أنا بعتقد إن الرومان خلصوا على المومياء لأن ما كانوش عايزينها تتمتع بالحياة الأخرى. أكثر الأسماء شهرة هي أكثر الشخصيات غموضا. كان معاكم بسام الشماع.